النهارده هنعمل صنف من الحلويات اللي مفيش حد بيختلف عليها. قلنا بقى نروح للحلويات الشرقي شويه ونعمل بلح الشام اللي الصغير والكبير بيحبوا وبيعشقوا. هنعمله بطريقه سهله ومقادير بسيطه ومتوفره في كل بيت ومفيش فيها اي مشكله، وهتخلص مفيش في اقل من ربع ساعه هتكوني عامله الجمال ده. تمام. فاحنا انت ممكن تحشيه لو حابه تحشيه، وممكن بتاكليه ساده كده عادي، بتعملي اي حشوه انت عاوزاها او بتحبيها او ولادك بيحبوها، بتفتحيه من النص وبتحشيه. فبس احنا حابينه شرقي شرقي يعني ساده، لان الشرقي بلح الشام بيبقى ساده. فالمنظر زي ما انتم شايفين كده، وعشان نعرف المنظر الجميل ده وصلنا له ازاي لازم نشوف الفيديو من اوله لاخره، ونلتزم بالمقادير والمكونات اللي موجوده، ونشوف اسرار بلح الشام اللي طلعت زي كده جميله ازاي باللون الذهبي الجلد الجميل ده. فيلا بينا على الفيديو نشوفه من اوله لاخره عشان نعرف طلعنا بلح الشام بالجمال ده ازاي. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنحتاج لوصفتنا النهارده كوبايتين ميه، 3 معالق زبده كبار، كمان معلقه سكر كبيره، رشه ملح. انا هاخد الخليط اللي انا حطيته ده، الزبده والميه والسكر والملح، وهرفعهم على النار لغايه ما يغلوا. على بال ما يغلوا انا جهزت كوبايتين دقيق، انا معايره بالكوبايه المعياريه ونخلتهم. وهحط على الدقيق معلقه نشا كبيره كده ممسوحه، تمام. كمان معلقتين سميد بسبوسه ناعم. هحط كمان ربع معلقه بيكنج باودر، ودي اختياري، اللي عايز يحطها، اللي حابب يحطه واللي مش حابب بلاش. خلاص انا خلطت المواد الجافه كلها، والسميد ده اللي احنا حطيناه ده بيخليه في حته تانية بلح الشام، ويديله خرفشه وقرمشه كده جميل مع النشا اللي احنا حطيناه ده، بيديله تيست عالي قوي. فانا هستنى لما الميه تغلي، بعدين هصب عليها الدقيق واوطي الميه النار، اخليها هاديه على الخليط بتاع الميه ده، وهصب فيه الدقيق وابدا ان انا اقلب فيه بسرعه لمده دقيقه او اقل من دقيقه، تمام. زي ما احنا شايفين المية غليت بالزبدة، فانا هوطي عليها وابدأ اسقط الدقيق فيها بالمكونات اللي انا حطيته فيها واقلب بسرعة. انا شلت المضرب وهبدأ بقى اقلب بسباتيلا لغاية ما تتكون العجينة على نار هادية لمدة دقيقة كده، كتلة واحدة، بحيث ان هي تشرب الدقيق كله وكل المكونات تتشرب في بعض. زي ما احنا شايفين كده اتكونت كتلة عجينة هي ناعمة ومتماسكة في نفس الوقت، والدقيق كله اتشرب في السوائل، والعجينة كده جاهزة معانا ان احنا نكمل عليها بقية المكونات. انا كده هطفي بقى النار واخدها نكمل عليها بقية المكونات. انا مجهزه معايا كمان 3 بيضات، فانا هحط اول بيضه، ومجهزه المضرب او الهاند بلندر او العجان زي ما تحبي. هبدا ان انا احط البيضه، اول بيضه هحطها تمام، وهحط عليها سواء فانيليا سايله او فانيليا بودر عشان زفرة البيض طبعا، هم حبه الفانيليا اللي في الازازه. وهبدا ان انا اخفق البيضه لغايه طبعا ما البيضه تختفي، وهكذا هحط البيضه الثانيه والبيضه الثالثه. كده انا خلاص خفقت ال3 بيضات كلهم اهو بالمضرب، وكده اصبحت العجينه عندي جاهزه. فانا هجيب دلوقتي الكيس بتاع بلح الشام واحطه فيها، واروح احط زيت غزير على النار، وبعد كده نعمله بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. وانا كنت مجهزه علشان ما اطولش الفيديو، مجهزه الشربات او العسل بتاعه، اللي هو عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه، وبنحطهم على النار وبنحط عليهم نص ليمونه صغيره، وبنسيبهم اول ما يغلوا 7 دقايق، ونحط قبل ما نطفي على طول بثواني حبه فانيليا عشان تدي ريحه كويسه. وانا حطيت برضو مع الشربات حوالي معلقه كبيره من عسل الكركوز، دي اختياري، اللي عايز يحطها او اللي مش عايز يحطها. فانا دلوقتي هجيب الكيس او القمع بتاع البلح الشام واحطه فيه، ونروح على النار بقى نقلي.
انا كده مليت الطاسه. طبعا زي ما شفنا في البدايه عملت بالقمع بتاع البلح الشام، وقصقصت على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ممكن تنوعي في الحجم، اللي بيحبه كبير او بيحبه صغير، او تخليه كله حجم واحد. فانا كده عملت اهوت اول طاسه. فانا هخلص الكميه كلها وبعد كده نشوفها مع بعض. شايفين لونه الذهبي الجميل ده؟ فانا كده خلاص هطلعه واحط جزء تاني في الطاسة، وعلى بال ما الجزء يستوي اكون حطيت الجزء دوت في الشربات بتاعه. عندي ده الجزء اللي انا خلصته، سامعين القرمشة؟ سامعين؟ جميل جدا. انا هحطه بقى في الشربات اللي انا كنت مجهزاه من قبل ما اعمل اهو، زي ما قلنا مقاديره. هحطه فيه واسيبه شويه على بال ما التاني يحمر، وبعدين اطلعه، وبعدين نحط التاني. دي كانت النتيجة بتاعة بلح الشام معانا اهي. حابة ان انت تصفيه من العسل تاني في مصفى بتصفيه، حابة تحطيه كده بتحطيه. والنتيجة طلعت مبهرة جدا. بلح الشام زي ما احنا شايفينه كده، وبتتحكمي في المقاس اللي فزي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده صابع بلح الشام جميل، طري وهش من جوه. القرمشة بتاعته جميلة جدا، طعمه ولا أروع من كده. فياريت تلتزموا بالفيديو وبالمقادير والمكونات بتاعته عشان تطلع لكم المنظر الجميل ده. بلح شام شرقي أصلي جميل جدا، طعمه ولا أروع من كده، بمكونات بسيطة وسهلة، والطريقة ولا أبسط من كده. فلو عجبكم وعملتوه وشفتوا الفيديو كله من أوله لآخره، ما تنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم من جميلة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.